هل تعلمون ما الذي قاله ربيع حريمات عن خلافه مع وليد الركراكي؟ الحقيقة الكاملة التي ظلت غامضة لسنوات يكشفها اليوم بصراحة وجرأة كبيرة. من قلب الملاعب المغربية خرج قائد الجيش الملكي ربيع حريمات ليؤكد أن طموحه لا يختلف عن أي لاعب مغربي. هدف الأكبر هو الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني الأول، وعن خلافه مع وليد الركراكي عندما كان مدربا للوداد. قال حريمات: الخلاف كان بسيطا، مجرد ملاسنة في مباراة بين الجيش والوداد، لم أشارك فيها حتى، وتدخلت فقط بصفة عميد الفريق لإنهاء النزاع. هذه أمور طبيعية في كرة القدم، وطويت صفحتها منذ زمن. وأضاف بحماس: أنا دائما رهن إشارة المنتخب الوطني، وسألبي نداء الوطن بكل سعادة، لأن الوطن فوق كل اعتبار. أما غيابي فربما يعود لاختيارات المدرب، وليس لذلك الخلاف. أما عن حديثه مع فوزي لقجع فقد كشف حريمات: هنأني كرئيس للجامعة وكقائد للفريق، لأننا شرفنا الراية الوطنية وأسعدنا الملك والشعب المغربي. وأوصاني بمواصلة العمل لتحقيق حلمي الكبير، وهو حمل قميص المنتخب الوطني الأول. رسالة قوية وتصريحات نارية من حريمات تضع النقاط على الحروف حول مستقبله مع أسود الأطلس.